ولكن قدرت يعني تغير تغييرين بسرعه جدا في اخر 5 دقايق وقدرتوا تضغطوا القناه وتخطفوا النهارده 3 نقاط في اول مباراه. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والشكر لله، ومبروك على مصر كلها عوده النشاط الرياضي، وتحيه للاستاذ طارق رضوان والكابتن عبد الرحيم محمد والكابتن عصام مرعي. انما طبعا النهارده بدايه الدوري، طبعا هي البدايه صعبه زي الناس ما كلها عارفه، لان طبعا الماتشات الوديه واحتكاك الوديه غير خالص الدوري والمنافسه والضغط وضغط 3 بونت وكده. اللعيبه ادت يعني بنسبه معقوله، انما طبعا لسه عندهم اكتر من كده بكتير واحسن من كده بكتير. فرقه القناه فرقه محترمه، انت بتلعب في ديربي النهارده، ده اللي مصعب عليك الامور. انما الحمد لله في الاول وفي الاخر احنا خدنا اللي احنا عايزينه من المباراه، اللي احنا كنا عايزينه 3 بونت. انما ان شاء الله الاداء لازم هيتحسن باذن الله من احسن لاحسن، لان هو الاداء اللي بيجيب النتيجه. احنا مبسوطين بالنتيجه النهارده، انما ادائنا لسه لازم يتطور كتير، وانا ببارك للقناه على المستوى اللي ظهروا بيه النهارده. يعني اعتقد انت جاي من طلائع الجيش وجاي اصل انت ابن من النادي الاسماعيلي وعارف ويعني على طول مع الاسماعيلي هنا، ولكن اعتقد فوز زي ده وفي حاله احلال وتجديد في الفريق وبعض العناصر اللي لسه ما عندهاش خبره يفرق جامد معاك. ده بالتاكيد، ده هو بيديهم ثقه، وان اللي بيجتهد ربنا بيديله، وهم لعبوا من الاول للاخر. احنا ضيعنا فرص كتير، كانوا ضيعوا فرصتين 3، انما احنا هنركز بقى بعد كده ان الحاجات اللي بتضيع دي يعني نحاول نجتهد عشان ربنا يوفقنا، نحاول نخلص الجيم بدري عن كده، ما نشدش نفسنا للاخر كده، ما نهداش مع رتم الاداء ما نسيبش نص الملعب للفرقه اللي قدامنا. حاجات كتير لازم هنشتغل عليها الفتره اللي جايه، انما نبارك اللعيبه النهارده الروح والاداء والجدعنه اللي هم كانوا فيها النهارده. بارك لهم على ال3 بونت، بقول لهم دي اول خطوه بالنسبه لكم على للهدف اللي احنا عايزين نوصل له ان شاء الله باذن الله. ابراهيم حسن وزيكا كانوا في الشوط الاولاني كانوا نشيطين قوي، وبعد كده لقيتك يعني التغيير بسبب ايه؟ اللي هم يعني تكاسلوا شويه او مسكوا الكره زياده ولا ايه السبب؟ لا طبعا هو النهارده ادوا يعني زيكا وابراهيم حسن بالذات ادى بشكل محترم، كان هو مصدر الخطوره بتاعتنا، اشتغل ودى الناس للجون كتير نفس الشيء بالنسبه لزيكا. انما احنا غيرنا في الاول زيكا ان احنا كنا عايزين نمسك من نص الملعب بعمرو السوليه، انما دلوقتي ما اسعفناش جه الجون اللي من الكورنر ده سريع، فغيرنا تغييرات ثانيه. كان ابراهيم حسن بدا اللي جات شويه، وبدانا عايزين نلعب بقى كور عاليه والناس تلعب بدماغها، فنزلنا علاء ونزلنا شريف رفع عشان يشتغلوا من الجنبين اوفرات، والحمد لله من واحده ربنا وفقنا قدرنا نجيب الجون الثاني الحمد لله. حسني راجع من الاصابه، احنا عندنا 5 6 بيجهزوا. حاسس ان انت قلقان شويه، يعني كل شويه تندى على كابتن كرم يا كرم بص عليه، اندى على حسني وقول له اهدى. بالظبط، احنا عندنا 5 6 بيجهزوا، احنا لسه الفرقه ما جهزتش، احنا بقى 5 6 ايام شغالين، انما عندنا 5 6 بيجهزوا، ومن العناصر الاساسيه في الفرقه، يعني واحد زي كابتن حمص، واحد زي عمرو سوليه، واحد زي حسني، شريف رجب، كريم مسعد، كل ده فطوره الجهازان، وصبحي لسه كمان ما دخلش، انت فاهمني؟ فانت ناس موجوده في الملعب وناس معاك بره. اتمنى ان عندنا كمان محمد شريف لسه بيجهز، بس كان لسه بيجهز. اتمنى الناس كلها تبقى جاهزه وتبقى واقفه على رجليها كويس، عشان نقدر نوقف الاسماعيلي على رجليه كويس، ونقدر ندي الاداء اللي احنا عايزينه واللي جمهور الاسماعيليه بيحبه. انا اعتقد النهارده الناس زعلانه، او انا زعلان من الاداء، لان عندنا اداء احسن من كده وعندنا اكتر من كده. ان شاء الله باذن الله نأدي والنتائج تيجي باذن الله واحده واحده باذن الله. محمد عواد ايه رايك فيه النهارده؟ ونقول اول مباراه رسميه مع الاسماعيلي في الدوري. احنا عواد مش غريب علينا، عواد بقاله بتاع 3 4 سنين بيتمرن مع الدرجه الاولى، وثقتنا فيه بلا ملهاش حدود يعني. مع محمد صبحي طبعا راجل خبره من احسن جوان مصر، كابتن محمد صبحي مع عواد اكيد شرب منه وشرب من عصام، اتمرن مع الناس الكبار دي، اكيد عندنا ثقه فيه، واحنا مش قلقانين خالص. ولما يرجع صبحي يبقوا الاثنين ما شاء الله عليهم، يعني يزيدوا عن حراسه مرمى النادي الاسماعيلي، وبتمنى لهم التوفيق ان شاء الله، واتمنى اعود صبحي بسرعه ان شاء الله باذن الله. شكرا جدا متفق. شكرا جزيلا حضرتك. شكرا.